كل محاولات صفحات التابعة لفلول النظام وشبيحته اللي عم تركب الموجة وبتتاجر بقضايا الشهداء وبتتاجر بقضية الشهيد محمد غميرة راح تبيع بالفشل. يعني أساليبكم صارت واضحة. ادعاء الإنسانية والمظلومية ومهاجمة الجهات الحكومية بالدولة السورية الجديدة، يعني وين كان صوتكم وقت كنا نقتل من 14 15 عام على ايد نظامكم المجرم اللي كان يزهق الارواح، يقتل الشجر والحجر قبل البشر؟ وين كانت اصواتكم وتباكيكم على دماء الشهداء؟ اكثر من 1.5 مليون شهيد قدمتها الثورة السورية بسبب نضالكم القذر. قضية الشهيد محمد غميرة والجريمة اللي صارت، هاي جريمة بكل المقاييس واحنا حكيناها علنا، اللي صارت داخل مخفر الحفة باللاذقية. يعني تحرك الحكومة يحسب إلها. السيد أنس خطاب وزير الداخلية فتح تحقيق بالموضوع أو أمر بفتح تحقيق، وتم توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق، وحاليا في اهتمام على أعلى المستويات. السيد أنس خطاب كذلك الأمر شكل لجنة قضائية لمتابعة التحقيقات. إن كان من يحمل فكر نظام الأسد اللي افتعل هاي الحادثة أو قام بهذا الفعل الشنيع، أو إن كان من أبناء الثورة، مهما يكن صفته بده يتحاسب. ووزارة الداخلية تحمل مسؤولية اقتلاع أي عنصر ممكن إنه يأذي أي شخص ولو بكلمة. سيد أنس خطاب، وهي رسالة له عبر هذا الفيديو، بأنه يشكل لجنة لتقصي أو متابعة العناصر المؤذيين داخل هذه المؤسسة اللي بثقت عن الثورة السورية من أنجح المؤسسات تعتبر برأيي على الأقل. متابعة الدورات اللي عم تخرج، متابعة المنتسبين لهي المؤسسة اللي نفتخر فيها. هاي الحادثة ما هي طبيعية، أكيد جريمة بكل المقاييس، والحكومة تحمل مسؤولياتها. المتاجر بدماء الشهداء والتباكي من قبل الصفحات تابعة لفلول النظام، وين كان صوتكم وقت كنا نقتل طوال 14 عام؟ وين كان تباكيكم على الأمهات الثكالى والأطفال اللي كنا نشيلهم أشلاء؟ نحن نطلع وننتقد الحكومة ونحكي بكل أريحية بكل شفافية. وزارة الداخلية تحمل مسؤولية، والحكومة تتحمل مسؤولية، بدها تتحمل مسؤولياتها، بدها تقدم الجنان مهما يكن، حتى لو يكون من الثوار، للقضاء لينال جزاء العادل. ما بدنا نسمع بأي أذية يتعرض لها أي مدني داخل أي مركز احتجاز. نحن طلعنا بثورة لإحقاق الحق. أعتقد وضحت الصورة. السلام عليكم.